بصوا يا جماعه بقى اهي كده الحواوشي خلص اهو معانا. الكميه دي نص كيلو اللحمه طلع معانا، عمل معانا 9 سندوتشات حواوشي من دول. بصوا بقى الجمال، بصوا الحشوه عامله ازاي من جوه، تحفه ولا الريحه خطيره. وبصوا بقى التحميصه بتاع العيش من تحت خطيره، تحفه ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ما نبدا فيديو النهارده نصلي على رسول الله ونبدا وصفتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل حواوشي بلدي. معانا هنا نص كيلو لحمه، وهنا بصل مفروم، فلفل مفروم. نحط التوابل، معانا كمون، كزبره، فلفل اسود، ملح، مكعب مرقه. هنا اللحمه بعد ما قلبناها مع بعض واتجانست مع بعضها كويس، هنفتح بقى العيش معانا كده الشكل ده كده. كده هفتح بقيه العيش بقى وارجع له. صينيه زيت اللي هنحط فيها الحواوشي عشان ندخله الفرن. دهنا الصينيه كده زيت. تعالوا بقى نحشي الحواوشي. هنحشي بقى الحواوشي مع بعض. نحط كميه اللحمه على قد الرغيف ما ياخد كده بالظبط تمام. نحطه في الصينيه. نحشي واحد تاني. بالظبط كده زي ده كده بالظبط. هحشي بقى بقيه الكميه وارجع ندهن بقى وشه بالزيت علشان ندخله الفرن. كده خلاص دهنا وشه كله بالزيت. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة عالية علشان يستوي كويس وارجع له. بصوا يا جماعة بقى اهي كده الحواوشي خلص اهو معانا. الكمية دي نص كيلو اللحمة طلع معانا، عمل معانا 9 سندوتشات حواوشي من دول. بصوا بقى الجمال، بصوا الحشوة عاملة ازاي من جوه، تحفة ولا الريحة خطيرة. وبصوا بقى التحميصة بتاع العيش من تحت خطيرة، تحفة ما شاء الله. والله يا جماعة الصورة بتعبر عن نفسها، مش محتاج اي كلام.